تخيل لو شربت كل يوم كوبايتين قهوة ايه اللي هيحصل لجسمك؟ هيخليك اكتر نشاط ولا ممكن يضرك؟ وده اللي هنعرفه النهارده ايه اللي هيحصل لك لو شربت كل يوم كوبايتين قهوة. قبل اي حاجة لازم نعرف ان القهوة هي من اكتر المشروبات انتشار في العالم ومعظمنا بيشربها كل يوم، بس فكرت قبل كده تأثيرها على جسمك هيبقى عامل ازاي؟ مفيد ولا مضر؟ اول حاجة القهوة هي مش مجرد مشروب، دي حاجة بتدينا جرعة طاقة وكتير مننا بيحبها وبيحب ان هو يبدأ يومه بيها. طيب لما تشرب كوبايتين قهوة جسمك هيستفيد بايه؟ اول حاجه زياده التركيز والانتباه، لان الكافيين اللي فيها بينبه المخ ويخليه اكتر يقظه. وتاني حاجه تحسين الاداء البدني، لان ده بيساعد على الحرق والنشاط. تالت حاجه بتقلل الخطر من بعض الامراض زي امراض السكر وامراض الكبد. رابع حاجه ودي الاهم عشان بتساعد على تحسين المزاج، علشان بتحفز من افراز الدوبامين فتخليك تشعر بالسعاده. استنى ما تستعجلش، زي ما هي ليها فوائد هي ليها جانب تاني ممكن يضرك، وده اللي هنعرفه برضو دلوقتي. لان ببساطه مش كل حاجه في القهوه هتكون ايجابيه، يعني مثلا لو شربتها بكميات غير مناسبه او في اوقات غلط هيخليك تواجه مشاكل كتير، زي مثلا اول حاجه اضطراب النوم، انك لو شربتها في وقت متاخر هتسبب لك الارق وهتخليك من انك مش عارف تنام. تاني حاجه زياده التوتر والقلق، لان بعض الناس بيكونوا حساسين شويه من الكافيين ومش متعودين عليه. تالت حاجة ارتفاع ضغط الدم، لأن ببساطة كده تأثير الكافيين يختلف ما بين كل جسم والتاني. رابع حاجة ودي الأهم، إن هي ممكن تسبب لك حموضة أو اضطرابات هضمية أو قرحة في المعدة. الصح هنا إنك لو بتشرب كوبايتين قهوة في اليوم لازم تشربهم في الوقت المناسب، لأن ببساطة كده لازم الواحد يراعي جسمه، لأنك لو شربتها في وقت متأخر هتسبب لك أرق وممكن تسبب لك اضطرابات في النوم. طيب نفترض إنك بتواجه أي أعراض من اللي احنا قلناها زي الأرق أو التوتر أو اضطراب في المعدة أو أي حاجة من اللي احنا قلناها دي، ايه اللي هتعمله؟ اولا لازم تقلل الكمية وبرضه ما تشربهاش بالليل. اما بقى لو انت بتشرب اكتر من 2 في اليوم فدي هتسبب لك مشاكل كتير، اولها حصوات الكلى. هنا انا عايزك بقى تقول لي بتحس بايه اكتر، بفوائدها ولا بتواجه مشاكل من اللي احنا قلناها؟ اكتب لي في الكومنتات. طبعا في النهاية ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصل لك كل جديد.